تخيل ان في مجموعه من مصاصين الدماء هجموا على قريتك وقتلوا كل اللي فيها ولم ينجو احد غيرك، وقطعت عهدا على نفسك بالثار من اجلهم، ولكن الشرط الذي يقيدك هو البقاء على حياه اخيك. فماذا ستفعل لو لم تستطع تمالك نفسك وقمت بقتل اخيك؟ ده اللي هنعرفه سوا في فيديو النهارده، عشان كده اشترك في القناه وفعل اشعارك واستمتع بالعظمه. في يوم من الايام في احدى المدن اليابانيه بيكون في اجتماع لكبار الشخصيات المهمه، بيقول لهم قائدهم: على الرغم من اننا من اقوى السلالات، لكن اذا لم نتحد سنواجه صعوبات جمه. وزي ما قال العالم داروين: ليس اقوى السلالات الذي يبقى، ولكن اقواهم الذي يتاقلم، وعشان كده احنا لازم نغير العالم في اسرع وقت. وبيقول لهم: اشربوا عصيركم احتفالا بالقرار ده. لكن محدش منهم بيشرب عصيره، دول بيرموه على الارض وبيمصوا دماء البنات اللي معاهم. محدش بيكون فاهم حاجه هو ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن دول مش بشر يا صديقي، دول مصاصين دماء. بتوصل بنت وبتعرفوا ان الصيادين عثروا على المكان وهم في طريقهم الى هنا، فبيقول لها: دي حاجه جميله قوي، احنا لازم نرحب بيهم باحسن طريقه. بتقول له: بس يغرف قال لنا ما نزفرش اسناننا قبل العمليه. بيقول لها: خلاص هسيب لكم المكان انتم تتصرفوا فيه. ساعتها بتوصل مجموعه الصيادين واللي هم عباره عن فيلق السلاح البحري، وبيقول لهم مديرهم: هنتحرك حسب الخطه. لكن بطلنا واللي بالمناسبه اسمه يولي ما بيسيب لهمش فرصه، وبيبدا بالهجوم على طول. بيتحول الاشخاص لوحوش مخيفه، لكن على مين ده يولي؟ بيبدا بالهجوم عليهم واحد في التاني مش راحم حد. بتحصلوا باقي المجموعه وبيساعدوه وبيخلصوا على كل الوحوش، وبعد ما بيخلصوا عليهم بيقول لهم رئيسهم ان كيري هرب قبل ما نوصل، وبيقول لاصحابنا ليولي: انت عايز تموت ولا ايه؟ انت كل مره بتندفع لوحدك ومش كل مره تسلم القاره. بتوصل الشرطه وبيعرفهم المحقق ان دي مش طريقه القتل الخاصه بهولاكو، وان الاسلوب ده خاص بكوراتاكي. وتاني يوم بيعرفوا الاستاذ انه ما كانش لازم يندفع، وانهم بيشتغلوا كمجموعه مع بعض ولازم يحموا ظهر بعض مهما كان الثمن. بيوصل اصحابنا لوجهتهم وبيعرفهم الاستاذ ان كان في مجموعه من الاشخاص كانوا بيقتلوا الاجانب، فبيقول له الولد ابو شعر اصفر ده: طمنتني، واللي بالمناسبه اسمه فيليب. بيوصل شخص وبيرحب بيهم وبياخدهم على وجهتهم وهي منزل البارون، واللي بيكون في بنت بتتعلم المبارزه. لكن اول ما بتشوف يولي بتسيب كل حاجه وبتفضل تبص عليه. بيقابل المعلم البارون اللي بيقول له: انتم كفيلق الصيادين قدمتوا لنا اعانه كبيره في الحرب اللي فاتت، ولو قدرت ارد لكم الجميل هكون في غايه سعادتي. فبيقول له المعلم: ما تقلقش، هنحتاجك اكيد، بس قول لي ايه اللي بيحصل في المدينه. فبيعرفوا البارون ان كل سكان المدينه خايفين من الليل، وكل واحد بيفضل في بيته وما بيتحركش منه. فبيقول له المعلم: لا، على مهلك كده واحكي لي كل حاجه بتحصل هنا. بتاخد البنت اصحابنا على غرفهم عشان يرتاحوا، لكن بيستغرب فيليب ان يولي مش موجود. فبتعرفوا دوري انه راح يشم شويه ورد كعادته، لكن هو هناك بيلاحظ ان في حد بيراقبه، وبتطلع البنت اللي حبته من اول نظره. بتروح له وبتعرفه بنفسها وان اسمها روكا، ودي تبقى بنت البارون وقد ايه هي سعيده بيهم. فبيقول لها: وانا اسعد. بتقول له: اسمك حلو قوي. بيقول لها: لا، ده مش اسمي، انا اسمي الحقيقي يولي. فبتقول له: مش فارقه، المهم انا ملاحظه انك بتحب الزهور، على فكره انا اللي زرعهم كلهم وبهتم بيهم. بيقول لها: عشان كده بدات جذورهم تعفن بسبب كثره تسميدهم، وبيسيبها وبيمشي. نرجع بقى للمعلم واللي بيعرفوا البارون ان منظمه هولاكو ظهروا من العدم واعلنوا نفسهم مدافعين عن الفقراء، لكن في الحقيقه هم مجرد قطاع طرق وبيستهدفوا الطبقه الغنيه. وظهر كمان بعد كده كوراتاكي، وده كان بيستهدف الاشخاص القويه. بيقول المعلم في نفسه كل الحوادث دي وفي نفس الوقت اكيد مش صدفه. بيروح اصحابنا للاوضه عشان يستريحوا وياكلوا، وبيسال فيليب اذا كان كيري هيبقى موجود في البلده دي او لا. فبتقول لي دوري: واللي نسيت اعرفك عليها يا صديقي ان هو كان موجود امبارح، وكان المصدر هو مخابرات الفيلق، وهم نفسهم اللي اكدوا انه موجود في المدينه دي. فبيسال فيليب عن سبب مجيئه الى هنا، فبيقول له يولي ان دي اكيد حاجه ما يقدرش البشر يوصل لها عشان دول لهم عالمهم الخاص. فبيقول له فيليب: في دي اقنعتني. فبيسيبه يولي وبيبقى ماشي. فبيقول له فيليب: هتخرج عشان تقعد زي الكلب لوحدك كل مره. فبيحاول الشخص ده انه يلطف الجو بينهم. هو بيدخل المعلم عليهم في الوقت ده وبيقول لهم: جهزوا نفسكم عشان عندنا طلعه بكره. في الناحيه الثانيه بيبقى الجيش لسه بيحقق في وقعه امبارح، وبيسال القائد احد الجنود اذا كان لمجموعه هولاكو علاقه بهروب كوراتاكي. فبيقول له ان في احتمال ضعيف لكده. فبيقول له الجيش مش هيسمح بحاجه زي دي ولازم تدخلوا في اسرع وقت. فبيقول له ان احنا بدانا في التحرك بالفعل. نروح بقى لشخصيه جديده واللي بيكون اسمها ايمي، وبتكون هي اللي هربت كوراتاكي، وبتروح تزوره وبتقول له ان هي اللي هربته. فبيسالها اذا كانت ناويه تقتله. فبتقول له: انت سفاح والمفروض ما تخافش من حاجه زي دي، الموت بالنسبه لك حاجه بسيطه، بس ما تقلقش انت لسه عندك مهمه لازم تعملها. وبيبقى في شرطي بيتفقد البيوت وبيبقى فاضل له بيت واحد، لكن بيسمع صوت غريب جاي من البيت ده. بيركز عشان يشوف فيه ايه، فبيلاقي دم على الشباك، وفجاه بتظهر ايمي وبتخلص عليه. وبيبقى المعلم قاعد بيحقق في القضيه دي، وبيقول لدوري ان كوراتاكي كان بيستهدف الاشخاص القويه قبل اعتقاله، لكن بعد خروجه من السجن ما عادش بيفرق بين كبير وصغير، طويل وقصير. وفي الوقت ده بيوصل خبر قتل الشرطي اللي كان بيتفقد البيوت. فبيجمع المعلم كل اعضاء الفيلق وبيتجهوا لمكان الجريمه، وبالفعل بيوصلوا وبتلاحظ ايمي ان الشرطه اتجمعت. فبتقرر الهروب وبتمشي من شارع جانبي واللي بيكون يولي واقف فيه. بتعدي من قدامه وبيقول يولي بصوت عالي ان الشرطه بعددها دي كلها بتدور على شخص اسمه كوراتاكي، وعلى الرغم من كده ما شكوش ولو في لحظه ان الجاني امراه. بتقول له: انا ما عنديش ادنى فكره عن اللي انت بتقوله. بيقول لها: بس بتفوح منك رائحه الدم. بتتعصب وبتهجم عليه على طول. بيصد يولي الهجمه وبيقول لها: ايوه هي دي الريحه، رائحه مصاصين الدماء. وبيدخل 2 من افراد الشرطه لما بيسمعوا الصوت، لكن هي بتخلص عليهم وعلى كل افراد الشرطه الموجودين. وهنا بتتدخل دوري وبتضرب عليها نار، وبيحاصروا
بيحاصروها من كل مكان. لكن انت فاكر انهم خلصوا عليها كده؟ لا والله، بتدخل مجموعه في عربيه وتقدر انهم يهربوها وبيطلعوا هم كمان يطاردوها. لكن يولي بيستخدم طريقه تانية وبيختصر الطريق وبينط من فوق البيوت، ولما بيشوف العربيه بينط فوقها وبيقول لاصحابه قربوني منهم، ولما بيقرب بينط فوق عربيتهم وبيستخدم سلاحه وبيخلص على اللي سايق، وبتتقلب العربيه بعد كده وبتنفجر، وبيروح بعد كده وبيخلص على الشخص التاني وبيقاتل البنت وبتكون خلاص هتخلص عليه. لكن فجاه عينه لونها بيتغير. هو ايه اللي بيحصل؟ بيجمع قوته وبيقطع لها ايديها. بتترعب البنت منه وبتقول له هو اللي انا شايفاه ده بجد؟ انت من افراد السيريوس. لكن هو ما بيديلهاش فرصه وبيهجم مره تانية وبيقطع لها رجليها وبتكون هتقع من فوق الجسر، لكن في قوه بترفعها لفوق. بيروح يولي عشان يهجم عليها، لكن قبل ما يخلص عليها بيتصاب رصاصه في كتفه وهو في الهواء. بيقع في النهر وشريط حياته بيعدي قدامه، لكن بيقدر اعضاء الفيلق انهم ينقذوه وبيودوه عند طبيب بيعالجه واللي بيكون اسمه كيزو، وبيكون عنده بنت اسمها ساكي واللي بترحب بيولي اول ما بيفوق وبتزعجه بشويه اسئله من بتاعه الاطفال. لكن الطبيب بيقول لها سيبيه دلوقتي عشان يرتاح. وهنا بيوصل اعضاء الفيلق وبتكون ساكي خايفه من فالونا عشان ضخم، وبيقول المعلم ليولي انا حذرتك من اتباعها. بيقول ليولي ما قدرتش امنع الاحساس اللي جوايا وكأن دماء الحيوان بتمشي في عروقي، وفي الوقت ده افتكرت ان لولا الدماء دي كان زماني ميت وما كنتش انت هتقدر تنقذني. بيقول له المعلم هو صحيح الدماء دي بتصندق، بس ما ينفعش تخليها تسيطر عليك عشان في ذلك الوقت اللي هتسيطر عليك فيها مش هتقدر ترجع صياد مره تانية. وبيقول له المعلم انه هيفضل في البيت ده لغايه ما يتعافى وهيسيب فيليب معاه عشان لو احتاج حاجه. وفي تلك اللحظات بتيجي عصابه هولاكو على مجموعه من افراد الشرطه وبيخلصوا عليهم، لكن بيشعر يولي بالخطر فبيقوم من النوم وبيلاقي ساكي بتخبط عليه الباب عشان مش عارفه تنام. بيسالها عن ابوها فبتعرفه انه بيعمل تجربه وما ينفعش تزعجه، فبيقول لها طب امك فين يا حبيبتي؟ بتقول له فوق في السماء. هنا بيحس يولي انه ضايقها بسؤاله فبيقرر انه يعوضها ويقرا لها قصه عشان تنام، وبيروح على اوضتها وبيسالها عن امها وازاي ماتت، فبتعرفه انها كانت تعبانه وكان ابويا بيعيط كل يوم عشان هو طبيب وما قدرش ينقذها، وعشان كده قرر يعمل اختراع يساعدها بعد ما ماتت. ولكن في ذلك الوقت بيحقق افراد الشرطه في واقعه هولاكو وعصابته، وبيقول واحد فيهم انهم كانوا لابسين اقنعه عشان يداروا وشهم، فبيقول لهم المحقق اظن ان دي منظمه ارهابيه وفي جاسوس بيساعدهم على التحرك بالعدد الكبير ده من غير ما يتم القبض عليهم، وبيشكوا في فيلق السلاح البحري عشان هما اللي كانوا موجودين في المعركه اللي كانت عند الجاز، فبيقول لهم مش عايزين نتسرع في الحكم على حد ولازم نفهم اللي بيحصل. وفي تلك الاثناء بيروح المعلم للكافيه وبيقول للويتر على كلمه السر ويتعرف الويتر عليه وبيسالوا عن شركه الما، فبيعرفوا انهم بداوا في تجاره الاسلحه مع الجيش وبيسالوا اذا كان مصاصين الدماء لهم علاقه بالموضوع ده، فبيقول له المعلم اظن لا، لو هم كانوا هيعملوها بطريقه احسن من دي، وبيقول له يستمر في جمع المعلومات. وفي اليوم الثاني بيقوم يولي يمشي وبيستغرب فيليب من قوته، فبتعرفوا الخادمه ان الدكتور ده شاطر في امراض القلب واستخراج الرصاصه ده شيء عادي بالنسبه له، عشان كده لما مراته ماتت بمرض في القلب كان حزين جدا وبتسيبه وبتمشي، وبيساعد يولي البنت الصغيره في زراعه النباتات. في الجانب الاخر بتروح روكا تسال ابوها عن يولي، فبيعرفها المعلم ان حالته اتحسنت وبتساله اذا كانت ممكن تزوره، لكن بيقطع كلامها وبيقول لها هو هيرجع بعد كام يوم. بتروح تتدرب وبيبقى ذهنها مشتت، بيسالها المدرب عن السبب لكنها ما بتجاوبوش وبتطلب منه يواجهها مره تانية، ولو فازت عليها هيوديها للمكان اللي فيه يولي. بيجتمع المعلم مع دوري وفالون وبيسال فالون اذا كان هولاكو وعصابته من النينجا عشان الاقنعه والهدوم السوداء وبيكتبوا على وشهم بالدم، فبيقول المعلم لا، هما بيكتبوا كلمه عقاب وبيكون هدفهم العلماء، واخر ضحيه كانت لعالم احياء، واكيد مصاصين الدماء لهم علاقه بهولاكو وعصابته واللي اكيد هنكتشفها في يوم من الايام. وفي ذلك الوقت بيكون الطبيب الخاص بمصاصين الدماء بيعالج ايمي وبيقول لها كيري ما كنتش متوقع انك تبقي بالحاله السيئه دي، وبيديها امر تخلص على يولي. في الناحيه الثانيه بيروح فيليب عشان ينادي على الدكتور لكنه بيتفاجئ ان الباب مفتوح، بيدخل وبيلاقي الابحاث فبيقراها وبيتفاجئ من اللي جواها، وبيعرف المعلم ان الدكتور بيخترع قلب صناعي، وتاني يوم بيبقى يولي بيعتني بالزرع اللي في الحديقه، لكن فيليب بيتكلمه باسلوب وحش، فبتروح ساكي وبتساله هو ليه بيكره يولي، فبيقول لها ان يولي كان له صديق دمر حياه ابويا، فبتقول له هو يولي كان معاه، بيقول لها لا، بتقول له امال انت بتكرهه ليه، فبيغير فيليب الموضوع وبيقول لها ايه رايك اعزف لك نغمه، لكن فجاه بيطلع الطبيب وبيقول لساكي انه خلص الاختراع وبيعتذر لها عن انشغاله طول الفتره اللي فاتت، وبيوعدها انه هيقدر يقضي وقت معاها اطول من كده، لكن بيحصل اللي محدش متوقعه. بتروح الخادمه وبتعرف ايمي ان الطبيب انهى اختراعه وبتطلب المال، لكن ايمي بتغدر بيها وبتخلص عليها. نرجع لدوري اللي بتعرف المعلم ان كل اللي ماتوا لحد دلوقتي من العلماء اختراعاتهم اتسرقت، فبيقول لها المعلم مش اي اختراع، الاعضاء الصناعيه بس هي اللي بتتسرق. وفي الوقت ده بيتصل فالون عليهم وبيعرف المعلم ان العربيه اللي انقذت ايمي مسجله باسم الطبيب اللي انقذ يولي، فبيقول له كده كل النقاط اتصلت، وبيركب العربيه مع دوري وبيكونوا متوجهين لبيت الطبيب، لكن المحقق بيعترض طريقهم وبيعرف نفسه على انه صحفي، فبيقول له المعلم انه مستعجل، لكن المحقق بيقول له مش هاخد كتير من وقتك. بيكون يولي في الوقت ده مع الطبيب وبنته، ولكن فجاه بتتقطع الكهرباء وبيحس يولي بالخطر. ايه اللي بيحصل؟ ايوه زي ما توقعنا بالظبط، بيكون ده هجوم من مصاصين الدماء، بيجري فيليب عشان يجيب الاسلحه، واول ما يولي بيمسك سلاحه بيخلص على كل الوحوش اللي في البيت، لكن ايمي بتقدر انها تمسك الطبيب وبتعضه من رقبته. بيروح يولي عليها وبيبداوا في القتال، واحده يمين على واحده شمال، الواد مش قادر، ما هو لسه مجروح برضه. بيحاول فيليب انه ينقذ البنت الصغيره، لكن الطبيب بيكون اتحول وبيضربه يوقعه، وبيروح بعد كده على ساكي. يولي بيبقى مشتت يهزم ايمي ولا ينقذ ساكي،
نساكي، وبتكون ايمي هتخلص عليه لكنه بيجمع قوته واحده يمين في واحده شمال بيخلص عليها، بيرمي السكينه لفوق وهوب بيضربها برجله بترشق في رقبه طبيب. عظمه على عظمه يا ابني. بتروح البنت تجمع في الرماد اللي فاضل من جثه ابوها، لكن انت فاكر ان الموضوع خلص؟ تبقى غلطان يا صديقي. بينفجر المعمل وبيروح يولي يشوف مين اللي عمل كده. اول ما بيطلع فوق السطح بيلاقي واحد بيهجم عليه من كل حته ومش مديله فرصه حتى يرد عليه، وبيخبطه بعد كده يوقعه. واول ما وشه بيظهر بيتصدم يولي من اللي هو شايفه، ايوه ده اخوه الكبير. بتوصل الشرطه وبتحقق في الموضوع، لكن يولي دماغه فيها موضوع تاني. وبعد رفع بصمات الجريمه بيروح شرطي للمحقق وبيعرفه ان التقارير اثبتت عدم وجود اشخاص في البيت، لكن بنت الطبيب قالت ان ابوها اتحول لرماد واختفى. بيقول له المحقق ان فيلق الصيادين كانوا موجودين في مسرح الجريمه دي واللي فاتت، ولازم نحطهم في موضع الشك مع المنظمات التانيه. وفي ذلك الوقت بتكون ركا في المدرسه بتاعتها وبتكون مش مركزه في اي حاجه من اللي المعلمه بتقولها، وكل اللي شاغل تفكيرها هو يولي واللي كان بيتقاتل معاهم. بيروحوا لها اصحابها بعد الحصه وبيسالوها عن سبب تشتتها، وبيقولوا لها اكيد دي اثار الحب. بتقول لهم لا وبتحاول تبرر لكن عينيها بتفضحها، وبيعرفوا انها وقعت في الحب. وفي تلك الاثناء بيبقى يولي بيصلح سلاحه، بيدخل عليه فليب وبيحاول يفتح معاه كلام، وبيقول له ان ساكي حد من قرايبها هيعتني بيها. فبيقول له يولي مهما كان مين اللي هيعتني بيها مش هيبقى زي ابوها. فبيقول له فليب انت اتصرفت صح، وانا لو كنت مكانك كنت هعمل كده. بيستغرب يولي من طريقه كلامه معاه، وهو بيقول له انت سخن ولا ايه؟ بيقول له انا غلطان اني بتكلم معاك، وبيسيبه وبيمشي. وبيفتكر يولي ايام ما كان صغير وكان بيتعلم الصيد وكان هيصيد فريسته، لكنه بيعطس بسبب الحساسيه اللي عنده تجاه البر، وبتضيع الفريسه من ايده، لكن اخوه بينجح في انه يصطادها بالسهم بتاعه، وبياخدوها بعد كده وبيرجعوا للقريه. وبيقول له يولي في الطريق انا كنت خلاص هخلص عليها. بيقول له اخوه مش هيفرق كتير، كده كده محدش هيشيلها غيري، وعلى العموم المره الجايه بقى ركز. فبيقول له ما هي برضه مش فارقه، انت كل مره انت اللي بتوقعها. فبيقول لاخوه اللي بالمناسبه اسمه ميخا ايه رايك نخلي الموضوع وكانك انت اللي وقعتها، وكانك شكلك فاهم يا نصه. بيفرح وبيقول له بجد؟ بيقول له لا طبعا انا بضحك عليك، يلا بقى عشان اهل القريه زمانهم ميتين من الجوع. وبيوصلوا وبيكون اهل القريه كلهم فرحانين، وبيقرروا انهم يعملوا وليمه في بيت الزعيم. وبتيجي امه وبتساله مين اللي اصطاد الفريسه دي، فبيقول ميخا ان يولي هو اللي وقعها. بيستغرب كل اهل القريه عشان سنه الصغير، ويولي في الوقت ده بيبقى مصدوم ومش عارف يقول ايه. فبيقول لهم لا اخويا هو اللي صادها. بيجتمع كل اهل القريه وبيحتفلوا بالليل، وبيقول لهم الزعيم بعد الحفله ان عدد افراد القريه قل وما عادش في شباب بينا غير ميخا ويولي، وده بعد ما تابوت السيريوس اتنقل من القريه وان مصيرنا الهلاك مع مرور الزمن. فبيسال يولي امه وبيقول لها هو التابوت ما عادش موجود فعلا يا امي؟ فبتقول له لا ما عادش موجود، او ما عادش موجود هنا في القريه. وبيقول لهم الزعيم في يوم من الايام لازم تغادروا القريه عشان تحموا التابوت ده. وبيخلص اليوم وبيكونوا عايشين في منتهى السعاده، لكن زي ما انت عارف يا صديقي ان السعاده ما بتدوم والكل شيء تمن. بنرجع بقى للواقع وبيكون يولي واقف عند الشباك. بتدخل دوري وبتساله عن صحته، فبيقول لها انه كويس. فبتقول له تمام انا هنا اهو لو احتجت حاجه نادي عليا، وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده بيدخل فالون وبيقول له انا رايح اجيب اكل، اعمل حسابك معايا. فبيقول له يولي لا انا مش جعان، وبيقول له تمام لو جوعت يبقى نادي عليا عشان ناكل سوا. وبيسيبه هو كمان وبيمشي. وبعد كده بيجي له المعلم وبيساله عن سبب حزنه، فبيقول له عشان قتلت الطبيب بايدي وعملت في ساكي اللي مصاصين الدماء عملوه فيا. فبيقول له الطبيب انت عملت اللي عليك، واي حد مكانك كان هيعمل كده، ولو كنت انت لسه بتدور على التابوت فاظن ان الوقت فات. فبيقول له ده اللي ايمي قالته قبل ما تموت، وهم اكيد جم هنا عشان التابوت. وبيحكي للمعلم عن قصه التابوت. وتعالى اقول لك يا صديقي ايه اللي حصل بالظبط. نرجع فلاش باك وبيكون يولي نايم في الوقت ده، لكن فجاه بيسمع صوت تخبيط تحت. بيقوم من النوم وهو مرعوب، بيسمع صوت اخوه الكبير بينادي عليه. بينزل لتحت وبيلاقي ان امه مصابه وبتلفظ في انفاسها الاخيره، وبيترعب لما بينزل وبيلاقي وحش متثبت بالسيف في الحيطه. وبتكون امه بتنزف وبتقول لميخا خد يولي واهربوا من هنا، انتم اخر امل لينا. وبتمسك الوشاح اللي عملته وبتلبسه ليولي، وبعد كده بتقع على الارض وبتموت. وبيكون مصاصين الدماء هجموا على القريه كلها وقتلوا كل اللي فيها. ومش كده وبس، دول ولعوا في البيوت كمان بحثا عن تابوت السيريوس. وبيقول يولي للمعلم عشان كده انا جيت هنا، واخويا الكبير كمان. بيقول له المعلم اخوك الكبير مين وازاي؟ فبيقول له في الليله اللي الطبيب اتقتل فيها قابلت اخويا الكبير، وبنعرف انهم بعد ما هربوا من القريه ما كانوش عارفين يروحوا فين، فبيقرروا انهم يمشوا. وبيكون يولي مستغرب من الهدوء، فبيقول لاخوه انا عايزك تتعلم حاجه، وانت بتصطاد لازم تاخد حذرك من الاوضاع اللي بيسودها الهدوء التام، وما تستخدمش الاسلحه الناريه، وما تاكلش حلويات قبل ما تنام عشان السوس ما ياكلش اسنانك. بيقول له انت بتقول ايه؟ بيقول له ميخا اسمع اللي بقول لك عليه، وعايز اقول لك كمان حاجه، عيش وانتقم لنا. وفجاه بيلاقي هجوم من مصاصين الدماء، والولد ما بيكونش قادر، بيتصاب في كل مكان. بيحاول يولي انه ينقذه لكنه ما بيرضاش، وبيزق يوقعه من فوق. وبيقول يولي للمعلم مش ده اخويا اللي انا سبته، كل حاجه فيه متغيره حتى العلامات اللي في وشه. فبيقول له المعلم في احتمال ان اخوك يكون قطع عهد مع قطب الدم مع مصاصين الدماء. فبيقول له يولي انا مش عارف اسامح نفسي حاليا، بالرغم من اني قتلت الطبيب وخليت البنت المسكينه تعيش نفس الاحساس اللي انا عشته، لكن كنت فرحان لما شفته حتى لو اصبح مصاص دماء. وعلى الرغم من اني تعهدت اني اقتل كل مصاص دماء، الا ان العهد ده بدات اخونه، ومش عارف هبقى قادر اقتل اخويا الكبير ولا لا. بيبقى المعلم مش عارف يقول له ايه، وبيسيبه وبيمشي. وبتبقى روكا واقفه على الباب جايه عشان تشوف يولي، لكن اول ما بتشوفه خارج بتستخبى منه. وبيطلع يولي يتمشى
بيتمشى في الحديقه، وهو بيفتكر ان بعد ما اخوه زقه طلع الوحش يجري وراه وقطع الوشاح اللي امه عملته له، وكان الوحش هيقضي عليه، لكنه في الوقت ده تحول لحيوان بري وقضى على الوحش. وبعد كده جه المعلم وانقذه وخده معاه وسافر، وكان يولي رافض الاكل والشرب، فبيقول له المعلم لو ما شربتش هتموت، فبيقول له لو ده هيخليني اقابل امي واخويا الكبير فانا عايز اموت، فبيقول له براحتك بس ما اظنش انهم كانوا عايزينك تموت. فبيعيط يولي وبيساله المفروض اعمل ايه، فبيقول له المعلم انا هعلمك ازاي تعيش. بيبقى في الوقت ده مش قادر يتحكم في نفسه، بتحاول روكا انها تقرب منه لكن هو بيحذرها وبيقول لها ما تقربيش مني، لكن هي ما بتسمعش الكلام وبتروح عنده بيمسكها وبتبقى عينيه متغيره وبيسيبها بعد كده وبيعتذر منها وبيقول لها ما تقربيش مني وخليكي بعيده عني قدر الامكان عشان انا صياد وحياتي كلها خطر. وفي ذلك الوقت بيكون الطبيب الخاص بمصاصين الدماء انهى اختراعه واللي بيكون عباره عن مصاص دم آلي. بنروح بقى لهولاكو واللي بيروح له شخص من مصاصين الدماء وبيقول له انه عمل مشاكل كتير الفتره اللي فاتت والشرطه قربت توصل له وانه بقى كارت محروق بالنسبه لهم، عشان كده قرر كيري انه يرفع دعمه عنكم. وقبل ما يكمل كلامه بيهجم هولاكو عليه وبيرشق السيف في كتفه وبيقول له بقى هو ده جزائنا بعد كل اللي عملناه عشانكم، هي دي بقى طريقه تعاملكم مع اصدقائكم. بيقول له انا جاي عشان اوصل رساله وماليش دعوه، بس هولاكو ما بيرحموش وبيخلص عليه وبيقول لعصابته لقد جاء الوقت للقضاء على تلك الوحوش. وفي اليوم الثاني بيجمع اعضاء الفيلق تحرياتهم عن هولاكو وبيلاحظوا انه ما هاجمش اي عالم من فتره وان اخر شخص كان الطبيب، فبيقول فالون ده معناه انه جمع كل الاعضاء اللي هو محتاجها. وبتدخل روكا وبتدعوهم لتناول العشاء، بتقول لها دوري تمام هقول للمعلم، بتقول له واحنا في انتظاركم. واول ما بتشوف يولي بتتلخبط ووشها بيحمر، هو ده الحب ولا ايه؟ وبتسيبهم وبتطلع تجري. وفي نفس ذلك الوقت بيروح المعلم يقابل رئيس شركه الما وبيطلب منه انه يتعاون معاهم، لكن رئيس الشركه بيقول له ان البضاعه اللي بيتعاملوا بيها حاليا مش هتنفع اعضاء الفيلق وهم في الوقت ده بيشتغلوا على تعزيز الروابط مع الجيش ومش مستعدين يشاركوهم. بيطلع المعلم وبيروح ينزل في الاسانسير، لكن قبل ما الباب يقفل بيدخل المحقق واللي بيكون لسه متنكر في هيئه صحفي وبيعتذر له عن المقابله اللي فاتت بدون ميعاد وبيساله عن سبب زيارته لشركه الما، فبيقول له المعلم ده حاجه خاصه بالتجاره اللي بينا، فبيقول له والتجاره دي برضه لها علاقه باغتيال الطبيب، فبيستغرب المعلم منه وبيقول له قدراتك على جمع المعلومات غريبه بالنسبه لصحفي، فبيقول له ده حاجه خاصه بينا برضه زي ما انا سمعت ان احد موظفيك كان موجود في الحادثه، وبيسيبه وبيمشي وبيلاقي عربيه خاصه بالجيش في انتظاره واللي بيكون فيها مدير مكتب الاسلحه وبيكون اسمه كيزاكي وبيساله عن سبب قدومه للبلده دي، فبيعرفوا انه عنده مهمه للكشف عن السلاح الجديد والسلاح ده في منتهى السريه وان السلاح ده ممكن يغير طبيعه الحرب، فبيساله اذا كان لشركه الما يد في الموضوع، فبيقول له واضح انك عصفوره مجتهده وهتوصل في يوم من الايام. بنرجع لاصحابنا واللي بيعرفوا ان هولاكو وعصابته هربوا قبل ما الشرطه تهجم على المكان اللي هم فيه وانهم كانوا متعاونين مع مصاصين الدماء لكنهم اختلفوا معاهم وده بعد ما جمعوا كل الاعضاء اللي محتاجينها، فبيسال المعلم عن الاعضاء دي وعملوا بيها ايه، فبتقول دوري اكيد شركه الما ليها علاقه بالموضوع، فبيقول لها المعلم لا انا رحت وزرت مقرهم وكل اللي بيعملوه انهم بيبيعوا اسلحه للجيش واكيد هولاكو مش هيسيبوهم بعد ما مصاصين الدماء اتخلوا عنهم وهيحاولوا سرقه الاسلحه دي، فبتقول له دوري احنا هنعمل ايه، فبيقول لها ان احنا هنتقسم مجموعتين وكل مجموعه هيبقى لها مهمه خاصه، بيروحوا يتعشوا مع البارون وبنته وبيشكرهم البارون انهم قبلوا الدعوه وبيستغرب لما بيلاقي روكا بتاكل حبايه بحبايه وبيقول لها انت في الطبيعي بتاكلي حله الرز مالك النهارده، على العموم خلينا في المهم. وبيسال المعلم هم ناويين يعملوا ايه الفتره الجايه، فبيقول له المعلم انه هيرسل مجموعه من اعضاء الفيلق في مهمه بكره. بتسال روكا مين اللي هيروح بالظبط، فبيقول لها يولي ان هو اللي هيروح وبتقول لها دوري ما تقلقيش انا هاخد بالي منه، مش سهله دوري دي برضه. لكن في تلك الاثناء بيهجم مصاصين الدماء على معسكر كيزاكي وبيخلصوا على كل الموجودين. الجانب الاخر بيقابل اغراف كبراء مصاصين الدماء وبيعرفهم انه بيدور على سفينه السيريوس، لكنهم بيرفضوا الفكره وبيقولوا له انت كده بتعرض شعبنا للخطر. بيقول لهم يعني ايه انتم عايزيني اشوف اتباعي بيموتوا وافضل واقف مكاني؟ ده مش هيحصل مهما كان الثمن. وبيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم بيتجه يولي ودوري لمحطه القطار وبتكون روكا بتراقبهم من بعيد. ومش كده وبس، ده المحقق معاهم كمان على نفس القطار. هو ايه اللي بيحصل؟ لكن في الناحيه الثانيه بيهجم هولاكو وعصابته على شركه الما وبيخلصوا على كل اللي فيها. وبيسال بعد كده رئيسها عن مكان كيري، فبيعرفوا انه سافر عشان يختبر السلاح الجديد. فبيقول له سلاح جديد؟ لا انت بقى تقول لي اكتر عن الموضوع ده. وبيوصل الخبر للمحقق وبيعرف ان فريق المشاة اتقتل كله ليله امبارح. فبيسال عن اللواء كيزاكي، فبيعرفوا انه ما ماتش وانه موجود على متن القطار وفي طريقه الى العاصمه الامبراطوريه. فبيروح على طول على القطر ده. ويولي كمان بيشم رائحه الدم فبيطلع يجري من الشباك عشان يلحق القطر ده قبل ما يمشي. وروكا كمان بتطلع تجري عشان تلحقه. وفي الناحيه الثانيه بيوصل بقى اعضاء الفيلق الى شركه الما وبيقول لهم المعلم لازم نقابل يولي في اسرع وقت. بنرجع بقى ليولي واللي بتساله دوري هتقول ايه للمعلم لما يسال عن سبب تغييرهم للرحله. فبيقول لها في مصاص دماء موجود في القطر ده وما عدتش عارف احدد مكانه بسبب الدخان الكتير. فبتقول له لو حصل معركه هنا هيموت عدد كبير من الركاب، عشان كده انا هروح اعرف عدد الركاب ومواقعهم واحاول اجمعهم كلهم في عربيه واحده. وبيكون كيري موجود فعلا في القطر ده ومتجه الى العاصمه بحثا عن التابوت. بيكون يولي قاعد بيراقب الوضع في القطار وبتكون في بنت صغيره بتلعب فبتقع اللعبه من ايديها. بينزل يولي يمسك اللعبه وبيديها لها. بتشكره البنت دي وبيجي لسه قايم، لكن بيحصل اللي محدش متوقعه. بيلاقي اخوه الكبير ميخا معاه
في نفس القطر. بيقول له انت كبرت يا يولي، لكن يولي مش هنا، دماغه في حته تانيه. بيقول له انت طلعت بالفعل اخويا الكبير، بس ليه ما كلمتنيش المره اللي فاتت؟ ليه مشيت من غير ما تقول حاجه؟ بيشيل ايده وبيقول له في كلام لازم اقوله لك، احنا عندنا اوامر بقتل كل الصيادين اللي نشوفهم، ودي قاعده بين مصاصين الدماء. بيقول له يولي زي ما انا توقعت انت بالفعل اصبحت مصاص دماء. بيقول له ما هو ده اللي ما رضيتش اقوله لك المره اللي فاتت، بس شميت ريحتك من الناس اللي واقفه هناك دي، وكان عندي اوامر ان اقتلك في اليوم اللي اطلقت عليك فيه، بس بالنسبه ليا ما اقدرش اقتل اخويا الصغير، عشان كده تعمدت ما اسيبكش في منطقه حيويه. بيقول له بس انت حذرتني من استخدام الاسلحه الناريه. بيقول له الكلام ده قبل ما ابقى مصاص دماء، انما دلوقتي مش فارقه. وبيساله انت بقيت صياد ليه؟ فبيقول له يولي من اجل الانتقام، انا قطعت عهد على نفسي ان اقتل اي مصاص دماء لانه كان السبب في موت امي واصدقائي. فبيقول له اخوك كده يبقى لازم نتقاتل مع بعض، انا مصاص دماء وانت صياد. فبيقول له يولي انا مش عارف اعمل ايه وتايه، انصحني. فبيقول له اخوه مش عارف اقول لك ايه، بس نصيحتي انك تترك الانتقام. بيقول له يولي يعني ايه؟ اسيب حق الناس اللي ماتوا؟ بيقول له خلاص يبقى لازم تقتلني ولا دي مش هتعرف تعملها. وبيسيبه وبيقوم وبيقول له هو ماشي، لو انت ظهرت قدامي مره تانية كصياد انا مش هعتبرك اخويا الصغير. وبتكون دوري في الوقت ده بتراقب الاوضاع في القطر، ولكن فجاه بتشوف روكا وبتكون متوتره ومش عارفه تعمل ايه. بتسالها عن سبب تواجدها في القطر ده واذا كانت بتحب يولي وخايفه عليه عشان كده راحت وراه. فبتقول لها لا الموضوع مش زي ما انت فاكره، كل ما في الموضوع ان يولي شاغل تفكيري مش اكتر. فبتقول لها دوري طلعيه من دماغي، يولي عالمه مش زي عالمي، هو في دنيا وانت في دنيا تانية. بتقول لها ما هو ده اللي شاغل تفكيري، هو انت ويولي هنا في مهمه خطيره. بتقول لها انا مش هقدر اجاوبك، خدي الاكل اللي معاكي ده وروحي اساليه بنفسك. بيروح المحقق يقابل كيزاكي وبيساله عن اللي حصل، وهو بيعرفه انه وصلوا تقارير بالحادثه اللي كانت في الاختبارات. فبيقول له كيزاكي دي ما كانتش حادثه، دي كانت مجزره من جنب واحد، ومسكوا الجنود كلهم عملوا معاهم واحد، والواضح من البدايه انهم كانوا بيعتبرونا فئران تجارب. فبيقول له هم مين؟ قصدك شركه الما؟ بيقول له ايوه، هم خدعونا وما كانش ينفع نساعدهم في صنع ذلك الوحش. بيقول له انت تقصد ايه؟ فبيقول له كيزاكي الوحش ده ما ينفعش يروح العاصمه مهما كان الثمن، لانه هيتسبب في قتل كتير من الناس. بيقول له المحقق تقصد ايه برضه؟ انا لسه مش فاهمه، قصدك ان الوحش ده معانا على نفس القطر؟ لكن في الوقت ده بيكون هولاكو ومجموعته متجهين للعاصمه، وبيشوفوا القطار ده فبيقرروا انهم يقتحموه، وبيوقفوا القطر وبيبداوا يهجموا عليه بالسهام. وبيروح جندي وبيعرفهم ان هولاكو ومجموعته بداوا بالفعل بالهجوم على القطر. فبيأمر كيزاكي انه يجمع المسافرين كلهم في مقطوره واحده ويمنعوا اي حد من انه يقرب لهم، وبيدي القياده للمحقق. وبيروح ميخا لمقطوره كيري وبيعرفوا ان كل ده بسببه عشان هو اللي قطع التمويل عن هولاكو وفرقته، وبيعرفوا كمان ان الصيادين موجودين في نفس القطر. فبيقول له تمام قوي، انا هسيب الموضوع ده للطبيب، وفي رايي برضه انك تساعده، مش عايز تجرب المخالب دي ولا ايه؟ وبيسيبهم وبيمشي. بيدخل هولاكو ومجموعه القطار عشان يدوروا عن السلاح الجديد، لكن هم ما بيلاقوش حاجه، وبيلاقوا الروبوت الالي واللي بيكون طبيب مصاصين الدماء بيتحكم فيه من جوه. بيدي هولاكو امر بتغيير مسار القطار، وبتكون روكا واقفه على الباب لكنها ما بترضاش تنط، وبتقرر انها تساعد يولي. انا مش عارف البت دي في دماغها ايه بالظبط. وبتكون في بنت صغيره واقفه على الباب ومش عارفه تنط، فبياخدها يولي وبينط هو من القطار، لكنه بيفكر في كلام اخوه فبيقرر انه يرجع للقطر مره تانية. وبتكون الشرطه وفرقه هولاكو نازلين تحت بعض، طلقه يمين على طلقه شمال، محدش بيكون شايف حاجه من ضرب النار، لكن طلقه غلط بتيجي في خزانات الوقود فبتنفجر المقطوره، وبيخرج الوحش عن السيطره وبيفصل رقبه هولاكو عن جسمه. وفي ذلك الوقت بيكون باقي اعضاء الفيلق راكبين عربيه، لكنهم بيشوفوا القطار ده من بعيد، فبيدي الزعيم امر الفالون انه يمشي ورا القطر ده عشان اكيد في مصيبه. ولما بيروحوا جنبه بيكتشفوا ان مفيش حد بيسوقه، وبيلاقوا جثث بتترمى عليهم من كل مكان. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ولا مين بيضرب في مين؟ بيطلع اعضاء الفيلق على متن القطار وبيدوا سلاح لدوري وبيقول لهم فالون انه هيروح يفصل المقطوره الاخيره عن القطر، وبتنط روكا في الثانيه الاخيره وبتكون هتقع لكن دوري بتلحقها، وبينط يولي هو كمان، وبيروح على مقدمه القطار واللي بيكون فيها الوحش، وبيبداوا القتال. ولما المحقق بيشوفهم بيقرر انه ينسحب ويروح يحمي المسافرين، بس بيقابلوا مصاص دماء وبيكون هيخلص عليه، لكن فرقتنا بتضربه من ورا وبتخلص هي على مصاص الدماء، وبتساله دوري عن سبب تواجده في القطر ده وانه كمان معاه مسدس وهو مهنته في الاصل صحفي. فبيقول لها ده لزوم التامين مش اكتر، لكن مصاص الدماء بيكون لسه هيهجم عليهم، فبتسحب روكا سيف وبتخلص عليه هي، وبتحول مصاص الدماء الى رماد. وبيكون يولي لسه بيحارب في الوحش الالي، لكن الوحش بيقطع الخراطيم المتوصله فيه وبيخرج عن السيطره نهائي، وبيكون يولي مش قادر عليه وبيقع على الارض. لكن هنا بيوصل ميخا وبيروح ميخا ضربه يمين في ضربه شمال بيطير دراع الوحش، بيطلع الوحش فوق القطر، لكن ميخا مش عادي يا صديقي وبيخلص عليه في لمح البصر، وبيتقلب القطر بعد كده. وبعد ما يولي بيفوق بيقول لاخوه لو شفتني في يوم من الايام زي الوحش ده فما تترددش انك تقتلني ولو في لحظه، وبيسيبه وبيمشي. وفي اليوم الثاني بتنتشر اخبار الحادثه في كل الجرايد، وكل الناس بيعرفوا ان هولاكو مات، وبيكونوا مطمنين انهم هيقدروا يمشوا بامان في المدينه. لكن في الناحيه الثانيه بيكون الطبيب الخاص بمصاصين الدماء واقف محصور على اختراعه اللي باظ، لكن محدش بيديله اهتمام. وبيوصل كيري وبيعرف ميخا ان اغراف طلبهم عشان التابوت مش موجود في العاصمه دي. في الجانب الاخر بيكون اصحابنا بيصلحوا العربيه اللي باظت، وبيقول فيليب الفالون انه يطلب من يولي انه يجي يساعدهم، لكن فالون بيقول له سيبه دلوقتي عشان هو مشتت. وبيكون يولي في الوقت ده واقف عند الظهور، وبيجي له المعلم وبيساله عن سبب حزنه، فبيعرفوا ان اخوه بقى مصاص دماء، وقال له طول ما انت صياد فاحنا
الاتنين اعداء، حتى التابوت انا مش عارف عنه حاجه عشان في الوقت اللي انا كنت فيه في القريه كنت صغير وما كانش مسموح لي ان اعرف اي حاجه، لكن اخويا اكيد عارف كل حاجه. فبيقول له المعلم ده اكيد السبب اللي مخلي اخوك عايش لحد دلوقتي. فبيقول له ما هو ده اللي مشتتني. وبيساله بعد كده المعلم اذا كان هيترك فيلق الصيادين عشان اخوه ولا لا. فبيقول له يولي بالتاكيد لا، الانتقام هو السبب اللي مخليني عايش لحد دلوقتي. فبيقول له المعلم صحيح انا اللي علمتك طريقه الانتقام، لكن الانتقام ده هيخسرك اخوك في يوم من الايام، ووقتها انت هتتدمر وانا مش عايز اشوفك كده. وبعد كده بنشوف البارون وهو بيوبخ روكا على اللي هي عملته، وبيسالها عن سبب تواجدها على القطر ده من غير اذنه، وايه اللي كان ممكن يحصل لها لولا وجود فيلق الصيادين هناك. وبيرجع لها شنطتها اللي سابتها، وبيقول لها ان انا سمحت لك بالتدريب على استخدام السيف عشان تنمي قوتك العقليه والجسديه، لكن من النهارده هحرمك من كل ده، وكل اللي عليكي دلوقتي انك تذاكري وتفضلي في البيت. بتقول له روكا في المره دي مش هقدر اسمع كلامك، في حاجات كتير ما بنتعلمهاش من الدراسه وانا عايز اتعلم كتير عن العالم ده. وبتسيبه وبتمشي. الدلع برضه بيعمل اكتر من كده يا صديقي. وفي تلك الاثناء بيكون المحقق قاعد في المكتب بتاعه وبيقرا المجلات اللي ما فيهاش سيره غير هولاكو وجماعته، وبيكون بيحقق في واقعه اغتيال كيزاكي، وبيسال المساعد بتاعه عن شركه الما اللي اختفى عدد كبير منهم بعد الحادثه. فبيقول لهم المحقق ان الشرطه بتبحث في الموضوع ده وانتم كمان هتساعدوهم في التحقيق ده. فبيقول له المساعد وانت رايح فين؟ فبيقول له المحقق لا فكك مني، انا ورايا حاجات كتير تانية اعملها. وبيسيبهم وبيمشي. وبيروح بعد كده وبيقابل شخص تاني، وده اللي بيبقى شغال في الكافيه اللي المعلم بيروحه. وبعد ما بيقعدوا بيسالوا الشخص ده عن معلومات الاشخاص المفقودين في شركه الما. فبيقول له المحقق هو في ايه؟ انا كل ما اروح في حته اسمع كلمه الما، هو ايه الموضوع النهارده؟ كل اللي اعرفه انهم كانوا على متن القطار اللي هاجموا هولاكو ومجموعته. فبيقول له تمام لو انت مش عارف هروح اسال حد تاني. وبيجي الشخص قايم فبيوقفوا المحقق وبيساله اذا كان القاده دول من ممصصين الدماء او لا. بيستغرب الشخص منه، فبيعرفوا المحقق ان هو شغال رائد في الجيش الياباني، وبيطلب منه يقول له على كل حاجه هو يعرفها. وبعد ما بيخلص بيروح على الكافيه وبيبقى عايز يتصل بالمعلم، لكن بيدخل عليه اتنين من ممصصين الدماء وبيخلصوا عليه. بيوصل بعد كده المعلم وبيحس ان في حاجه غريبه في المكان، ولما بيدخل بيلاقيه واقع على الارض وبيلفظ في انفاسه الاخيره. وبيقول للمعلم ما تقلقش محدش منهم عضني، وبيديله ورقه وبيعرفوا ان مصاصين الدماء بيدوروا عليهم. وبعد كده بيموت، ولكن فجاه بيلاقي اتنين من مصاصين الدماء بيهجموا عليه، فبيخلص عليهم في ثانيه. وبيتصل بعد كده على الفيلق وبيقول لهم ان مصاصين الدماء في طريقهم اليكم. فبيقول فيليب دي حاجه جميله قوي، دول وفروا علينا عنايه التدوير عليهم. فبتقول له دوري ده مش وقت شغل العيال، وبتديهم دوري اوامر بنصب الفخاخ في كل مداخل القصر وتامين الناس اللي في القصر كمان. وبتقول له يولي عايزاك في حاجه. وبعد كده بيروح يولي لروكا وبيطلب منها انها تاخد كل السكان اللي في القصر وتوديهم القابو. مش سهله دوري دي برضه. وبالفعل بيبداوا في تنفيذ الخطه، وبينصب بالون الافخاخ وبتتقطع الكهرباء، والواضح انها تبقى ليله عنيفه يا صديقي. بتبدا الانفجارات وبيبدا الهجوم. بيدخل اول اتنين وبيخلص عليهم بالون، وبيقول الموضوع شكله سهل، لكن دوري بتقول له بص كده قدامك، وبيكون في عدد كبير يا صديقي. وبيبدا الهجوم من كل حته، من فوق ومن تحت ويمين وشمال، مفيش مكان الا فيه مصاص دماء ومحدش بيكون قادر عليهم. يا اولاد الغداره. وبيقول فيليب ليولي انهم لازم يجتمعوا مع المجموعه الثانيه في اسرع وقت، وهم نازلين بيقابلوا كيري طالع على السلم. وبيقول يولي بما انك اخر فرد ناجي من سلاله السيريوس فانا هقتلك بنفسي. صاحبنا فيليب لسه هيتكلم ويقول له ما تنسانيش انا هنا، لكن بيلاقي ميخا بيهجم عليه وبيوقعه. وبيبدا كيري في الهجوم على يولي، وميخا ماسك فيليب زنقه في الحيطه. بيسيب يولي كيري وبينط عشان يلحق فيليب، وبيبقى متحاصر بين اتنين من اخطر مصاصين الدماء، كيري واخوه الكبير ميخا. يا ترى ايه اللي هيحصل ومين اللي هيموت فيهم؟ هنعرف سوا في الجزء اللي جاي يا صديقي. وبكده بيخلص الجزء الاول. لو عجبك ما تنساش لايكك الجميل والاشتراك في القناه. وبكده اقدر اقول لكم سلام.